نحن في السلط. السلط يعني كنا في الأردن في عمان، نيجي السلط نيجي في ساحة العين. والأنسة سوار هي مرشد سياحي محلي. اهلا في وسهلا. اللي يجي أي حد يجي السلط لازم يقابل سوار، أو ليكي زمايل كتير هنا؟ نعم برضو؟ في لي زمايل. نعم تمام. وهي متعودة على الكاميرا وحريفة، يعني بتقولي بعمل حديث بالعربي وبالإنجليزي وكله. الامور تمام. ساحة العين نعم. إيه بقى؟ هلا سميناها ساحة العين لأنه كان فيها عيون للمي. عيون المي كانت تنزل من جبل القلعة لحد ما توصل لساحة العين. هلا هاي تقدر تحكي إنها مركز المدينة، لأنه الملك إجا على هذا المكان فكان ملك عبد مركز الله. المدينة. نعم عبد الملك الله عبد الله الأول. المؤسس الأول. نعم سنة 1921. نعم لأنه أعلن السلط عاصمة سياسية لمدة 3 أشهر. وبعدين؟ نزل في بيت أبو جابر ده اللي هو البيت الموجود البيت أمامنا. العظيم ده نعم. دلوقتي تبع وزارة السياحة. بالضبط. حاليا هو مديرية السياحة في مدينة البلقاء. انما هو عاش فيه الملك عبد الله 3 اشهر. 3 أشهر. بعد هيك تم نقل العاصمة إلى عمان. تمام. تمام. في هنا جبل الجدعة. نعم. حكايته حلوة قبل ما نقوم. جبل الجدعة. هلا نحن بوسط المدينة ففي 3 جبال رئيسية. تمام. كل جبل له سبب بالتسمية. جبل السلالم قبالك بالضبط لأنه في كثير أدراج كثيرة. تمام. فسموه جبل السلالم. تمام. جبل القلعة لأنه كان في قلعة السلط. تمام. للأسف انهدت سنة 1927 بسبب الزلزال اللي ضرب المنطقة. وجبل الجدعة نسبة للمرأة السلطية الجدعة. يقال إنه هل هي في قصة بقى سيدة المرأة السلطية الجدعة؟ نعم. دي طخ 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 عملت ايه بقى؟ يقال انه في سيده كانت ساكنه بهذاك الجبل، ترملت، كان بدها مصاري من الناس. الناس واخدين منها فلوس. نعم اكزاكتلي. وجوزها مات. جوزها توفى فراحت تطالب بالمصاري، رفضوا يعطوها المصاري فاخذت سلاحها طختهم واخذت مصاريها بالقوه. عشان هيك بنحكي لها فجبل الجدعة خدت حقها، ما عملتش السلطية ما قتلتش غدر يعني. الناس حبوا يسرقوها. بالضبط. الكلام ده في قديم الزمان. نعم صحيح، هذا الحكي في قديم الزمان. تمام. السلط فيها مكان اسمه الحمامات. شارع الحمام. هو زقاق ضيق جدا بس حاجه جميله جدا، حتى مشينا نعم. فيه صور وتحكي لنا تمام. حكايات عن المدينه. اكيد. يلا يلا بينا. ده بقى السوق الرئيسي في نعم. البلد. هلا ده كل بلد السلط يجوا يشتروا حاجتهم من هنا. نعم صحيح. والسياح كمان يجوا. نعم لأنه صار هو اللوكال ماركت لأهل المنطقة، فصارت كل الناس تيجي عليه. طبعا سموه شارع الحمام لأنه كان في حمام تركي في المنطقة برضه. في حمام تركي. نعم. الحمام للأسف انهد برضه بسبب الزلزال اللي ضرب المنطقة. هلا هذا الشارع تم بناؤه سنة 1881. تمام. هو عبارة عن 300 متر. طبعا كان شارع للسيارات على فكرة، بس بعدين العربيات زمان. بعدين بلطوه فصار عبارة عن ممشى. تقريبا كل إشي بدك إياه بتلاقيه بهذا الشارع. سواء أعشاب، سواء بهارات، سواء أحذية، ملابس، حلويات، تقريبا بتلاقي فيه كل إشي. عشان هيك لساته مشهور كتير إلى الآن. تمام. لأنه لسه بيحافظ على الطابع الشعبي لأهل المنطقة. يعني تيجي ناس من عمان تشتري مننا حاجات. من عمان، من الدول الأوروبية، لأنه هلا نحن عم بنزيد السياحة في مدينة السلط تحديدا بعد ما أدرجت السلط على قائمة التراث العالمي كجهة في اليونسكو. بلشنا نشتغل على الترويج والتسويق ونحافظ على الطابع التراثي لأهل المنطقة. زي ما بتشوف الحجر الأصفر، طبعا السلط معروفة مدينة الذهب دي. بالضبط، بالمدينة الذهبية بسبب الحجر الأصفر. السلط جابوا حجر من هنا وحجر من نابلس. نعم صحيح. وبنائين. نعم. من نابلس. من نابلس. طبعا في عندك هنا لما محلات تمشي هنا تبقى كأنك ماشي في نابلس. بالضبط. هلا محلات قطايف. الحلويات. نعم. هلا هذا المحل من المحلات المشهورة عندنا لأنه بضل فاتح طول السنة، مش بس برمضان. طول السنة بضل فاتح. القطايف بتاعته. نعم بالضبط. زي بتاعتنا بالضبط. بالضبط. هلا برضه عم بنحاول نستثمر في البيوت التراثية القديمة. صباح الخير. صباح الخير. فقدر الإمكان عم بيحاولوا يستثمروا. الكافيتيريا جميلة أوي. نعم هذا كان اسطبل للخيل. كان اسطبل للخيل نعم. زمان. نعم لكنه حاليا هو عبارة عن يجوا بقى مطعم. الناس تقعد هنا تتفسح مطعم وتشرب شاي. بالضبط. وهنا مخبز. نعم هون كان مخبز. نعم. كان مخبز قديم وبقى الالومنيوم اللي تشوفيه عصاج. هلا زي ما انت شايف. اهلا وسهلا، مساء الخير. ازي حضرتك؟ الله يخليك.
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا بيك، اهلا وسهلا. الله يخليك. بيقولوا السلط بنايين من نابلس، ولذلك هي نابلس. شبه نابلس بالظبط. نعم صحيح، يعني لانه كأنك اهل ماشية نابلس في نابلس. بالضبط، اهل نابلس لما هاجروا من نابلس اجوا على السلط، فكانوا معظمهم بنائين، فصاروا يبنوا بيوتنا على نفس نمط بيوتهم في نابلس. سوري بس بدي احكي عن هذا المكان. هلا هذا هو مدخل الحمام التركي اللي كان موجود بالمنطقة. ده كان مدخل الحمام. نعم، هذا كان مدخل الحمام. حاليا هو عبارة عن مكان بيصلحوا فيه زي ما انت شايف بواجير. اشياء قديمة. نعم. مش اسمه باجور برضو ولا اسمه ايه؟ هاد ببور. اسمه ايه؟ ببور. ببور. احنا نعم. اسمه مسمينه باجور. احنا بنحكي له ببور. دي هدول الشيشة. تعاون الارجيله. الارجيله عم بيصلحوا فيه. السلام عليكم. ازي الصحة؟ الله يخليك. هنا الحاجات دي بتبقى ارخص شويه عشان سوق شعبي. اكيد 100%. ده يعتبر سوق وفسحه. نعم بالضبط. هلا لو تشوف هون محل للدخان. بيبيع نعم. دخان. نعم بيبيع دخان. اوكي. شوف شوف ده دخان ايه ده؟ دخان لف. السجاير اللف. نعم سجاير لف. يجي ياخدوا منه ده ويلف. نعم بيشتروا منه وبيلفوا. دي كلها حاجات منتجات السلط طبعا. نعم. شيء من السلط شيء مستورد حسب. السلام عليكم. ازاي الصحة؟ السلام عليكم. ازاي الصحة؟ اهلا وسهلا. تفضل معانا. السلام عليكم. ضيفك والله. ازاي الصحة؟ الله يكرمك، الله يكرمك. ليه مواسم هنا صور؟ اكيد طبعا. السلام عليكم. اهلا بيك. والله ربنا يخليك. اكيد في عنا نعمل لكم مشاكل معلش. في عنا مواسم للاجنبي ومواسم للعربي. على الحكومه عملت عنا برنامج اردننا جنه كنوع من انواع التوعيه. ده سمعت عنه كتير. للسياحه الاردنيه تحديدا للمحافظات. فالحمد لله الامور كويسه وعم بيدخل علينا اعداد كثير كبيره سواء محلي او اجنبي. فعم بنحاول نشتغل قدر الامكان سواء من ناحيه اقتصاديه او من ناحيه اجتماعيه. تمام. هلا رح افرجيك واحد من اقدم المحلات العطاره عندنا بالمنطقه. يلا. طبعا ما هو زال ده. قائم الى الان. طبعا هذا من اوائل محلات العطاره في المنطقه. طبعا عربي. نعم. هذا طبعا بتلاقي فيه كل إشي بدك اياه. واضح يعني. كل إشي بدك اياه وجميع انواع البهارات بتم طحنها يوميا فهي فريش. فهي ياخدوها يوم طازة. بيوم بالضبط. فهي طازه. وبعض الاشخاص لسه مقتنعين او بفضلوا الطب العربي. طبعا. فبفضلوا يستخدموا الاعشاب اللي موجوده عندنا بالمكان. طبعا. يلا من شارع الحمامات او سوق الحمامات. شارع الحمام. شارع الحمام. حمام واحد. شوارع ما انا لقيتها كتير. هنروح شارع فين بقى؟ 60 شارع الستين. عشان نشوف فلسطين. من شارع الستين تلاقي فلسطين، لان احنا نعم. بينا وبين نابلس اظن بيقولوا 10 كيلو باين. اكثر شوي بس وبيننا وبين تقريباً. القدس حوالي 30 40 كيلو. نعم صحيح. الناس تبقى هنا ممكن تحب تسهر في القدس او تسهر في عمان. زمان كانوا هيك. قبل ما يصير. قبل وخلاص. بالضبط. جينا مع الانسه سوار بعد ما مشينا في شارع الحمام. نعم. جينا لشارع الستين، ده شارع رئيسي ويعني بيودي لكل حته في اظن في الاردن، بيودي البحر تقريباً. الميت، نعم بيودي البحر الميت. بيودي العقبه. نعم بيودي. تمام. شارع رئيسي تمام. جدا. تمام. تمام. احنا هنا ايه المكان اللي تحت ده؟ ممكن تجيب يا سيد حسن البيوت أوكي. اللي تحت دي والاراضي هاي دي؟ منطقة بنحكي لها كفر هودة. كفر هودي. نعم. دي كلها تابعة زيتون. للسلط. نعم هاي تابعة كلها شجر زيتون للسلط. يعني. ولقدام شوي دير علا وبصفي قبالنا هناك البيوت البيض البلاستيكية لا الغور. الابيض ده. والجبال اللي هناك بتصفي جبال فلسطين جبال نابلس. دي جبال نعم. نابلس. نعم. والناحيه دي القدس. هناك القدس. نعم. تمام. يقول لي اخونا فادي واخونا اللي كان معانا ان كان في ناس بتشتغل صحيح. في القدس ونابلس. نعم. ومقيمه في السلط. نعم صحيح. كل يوم يروحوا بالباص. ده صحيح. في ال 100 سنه الاخيره. نعم. هذا كان في خط باص من السلط للقدس
كانوا لنابلس برضه، كانوا ناس تشتغل هناك. يشتغلوا من السلط لنابلس للقدس، كانوا يصدروا ويستخدموا التجارة. وكانوا زمان باعتبار إنه الأردن وفلسطين كانوا دولة واحدة، مظبوط. فكان سهل عليهم إنهم يروحوا من السلط للقدس او من السلط ما كانوا لنابلس. مدينتين زي بعض بالضبط. يعني ما فيش فرق باعتبار يعني. انه السلط كانت عفوا القدس كانت مدينه حضريه، طبعاً. كانت اكثر من عمان، فكانوا اهل السلط كانوا يفضلوا يروحوا على القدس عشان يشتروا زمان كانوا اغراضهم. بيشتروا ويسهروا بالضبط. ويغيروا جو. بالضبط. فهاي كانت الفكرة، انه حتى على مستوى الكنافة النابلسية اللي نابلس مشهورة فيها، طبعا كانوا اهل السلط يفضلوا يروحوا ياخدوها من هون هناك، ياخدوها من مش هناك. الكنافة اللي هنا. بالضبط. كانوا من نابلس. يتحيروا وين بدنا نفطر اليوم او وين بدنا نتعشى، بالسلط ولا يا بنابلس. رب يتحيروا قريبا. ان شاء الله يا رب يتحيروا الله قريبا. يسمع منك. يا امين يا رب. فشوف انت المنظر من هون منظر تقريبا، فظيع جميل. الجبال من هون كتير واضحة، الغور برضو واضح من تحت، سد الكرامة برضو واضح من تحت. شكرا يا سوار. اهلا وسهلا. شكرا يا سوار. اهلا وسهلا.